بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نقول رحم الله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما تولى الخلافة وكان مدة حكمه 2.5 سنين بس. أول ما بدأ بنفسه وأهله ورد العقارات وأملاك الدولة للخزانة العامة وأصدر قانون ما إن لك هذا، وشكل محكمة خاصة للخلفاء والأمراء والحرامية الكبار. بدأ يجردهم الثروات التي أخذوها بغير وجهها وردها لأصحابها أو إلى الخزانة العامة. وانتقد عمر بن عبد العزيز سياسة سليمان بن عبد الملك التوزيعية، فقال له: لقد رأيتك زدت أهل الغنى غنى وتركت أهل الفقر بفقرهم، وهذا ما يحصل الآن في مملكتنا، زاد أهل الغنى غنى وزاد أهل الفقر فقرا. في الأسبوع الماضي قام الوزيران واحتجا على كلمات ثقيلات في الميزان مثل متنفذين وسرقة أراضي وأملاك الشعب الغلبان، فلا يوجد متنفذين ولا سرقات أراضي ولا شيء اسمه أملاك الشعب. فلماذا يسمع الوزيران الهذيان يا سادة يا كرام؟ تولوا غاضبين دون استئذان أو سلام. لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة كشفت المستور وفضحت الأمور، وأرجو أن لا يقال بأن هذه من ضمن الخطة الاقتصادية الجهنمية المسمى برؤية البحرين 2030، لأن في اعتقادي أننا سنكون في القبور. كم هو مؤلم حينما نعلم بأن العقارات التي تم التعدي عليها وسرقتها إما مساحتها كبيرة أو مواقعها مهمة. يعني قل على الأجيال القادمة السلام في ديرة الغراد حينما ينقطع البث الإذاعي، لأنكم يا نواب ستكشفون العجائب. أما القاعدة الأمريكية فقيمة إيجار الأرض في الجفير من المحرمات الدولية التي لا يمكن الإفصاح عنها لأنها من الأسرار النووية للدولة الأمريكية. وشركة إدامة أعاد الله إليها رشدها فقدت البوصلة وانصرفت عن تطوير العقارات وقامت بأعمال إنشائية لبعض المباني للدولة الفتية دون أن تطرح أعمالها في مناقصات عامة في التفاف واضح على كل القوانين المعمول بها في البحرين. والهدأ والأمر من أن هناك عقار مخصص في السنابس لإقامة مبنى حديث لإدارة البريد، وإذا به يتحول إلى أرض تم تأجيره لفندق كموقف للسيارات بمدى 50 دينار سنوي. كرم حاتمي ما بعده كرم في زمن الهم والغم. الأغرب والأعجب من أن جلالة الملك في 2002 أمر بتسمية أرض في مدخل مدينة حمد بميدان الملك حمد، وإذا بي يتفاجأ بأن هذه الأرض قد حولت باسم إحدى الجهات بل من وزارة البلديات. ويا أهل مدينة حمد لكم رب الأرض والسماوات. أما في المحافظة الشمالية فإن في بعض أملاك الدولة انتقلت إلى جهات خاصة من دون مقابل. البحرين تباع ببلاش ولا فلس واحد دخل في ميزانية الدولة. هناك 12 عقار حول المدينة الشمالية قد نهبت ولبعض الأشخاص قد خصصت، أما ميزانية الدولة فقد نسيت. وأرجو أن لا يقوم وزير من الوزراء ويقول لنا إن هذه ليست سرقة بل تجاوزات، بل هي تفاهات وكافاك يا نواب دعاية الانتخابات. أما القوانين التي تصل في البحرين فإنها تصل للزينة ولرشة الفنانين. وقل السلام على السواحل للمواطنين التي أصبحت لخاصة الخاصة. قرأت قانون 20 سنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والمنافذ البحرين حسب المادة رقم 1 تقول كذا وكذا. ما أجمل الكلام يا سادة يا كرام، ولكن الواقع يقول ابحثوا عن الشواطئ والسواحل فلن تجدوها ولا في الأحلام. هذا ما كشف عنه تقرير لجنة التحقيق الذي سيوضع في درج الحكومة ويصبح بطي النسيان. وقد أمر جلالة الملك بتشكيل لجان وطار الاستجواب مع الجان، وبعد انتهاء 4 أسابيع قل على مجلس النواب السلام. أما جزر حوار والتي ما حدث مع الجار واحتفلنا بعودتها للبحرين ولأهل الدار، ويا فرحة ما تمت في الإهمال، ثم الإهمال هو الشعار. فلا توجد أملاك للدورة في حوار، والأغرب أنه توجد أملاك خاصة للخاصة وللكبار. فمن يا ترى يملك الكيلومترات والأمتار في جزيرة ستتحول يوما إلى الأملاك الخاصة ولن يستطيع أن يقترب منها حتى العيار. عقارات ضاعت وبيعت ب15 مليار دينار
والفورمولا 1 أرضها مؤجرة لمدة 14 عام بدينار يا شطار. واحترق الفيوز يرفع فيوز. تلك الأرض التي نهبت وكانت مخصصة لمنطقة الاستكشافات النفطية، وإذا بها تستكشف في ضحى وعشية أنها منطقة سكنية، ولن يدخلها البحريني والبحرينية لأنها مخصصة للبيع للشقراء والأمريكي والبريطانية، والمستفيد أحد الهوامير في الدولة الديمقراطية. من يصدق أن 3 مدارس في السنابس قد أكلها الجني السادس وهو مستانس، وتحولت إلى أملاك خاصة، ولربما يأتينا الوزير ليقول لنا تعوذوا من إبليس ودعوا عنكم التدليس، فإننا نبحث عن المالك الحقيقي إبليس وجنوده من الجواسيس. وقرأت عن ما يسمى ببحرين باي، فكنت أقرأها بالعربي بحرين باي، فكنت أقول في نفسي بحرين باي باي، والشاطئ يقول الفلوس عندي في مخباي. وقد زرت يوما منتجع العرين الصحراوي، وإذا بي أصاب بداء في قلبي حينما قالوا لي ادفع 1000 دينار لتسكن لليلة واحدة في فيلا من نار. وزال عجبي حينما علمت بأن خسائر بيع عقار العرين الصحراوي ب80 مليون دينار. ولا عزاء لك يا البحريني يا من أرادوا أن تسكن ببيت الغبي، لأنه لا توجد عند الدولة أرض ولا عقار صحراوي، فالكل يقول نفسي نفسي، والبحرين بيعت بثمن بخس، قسم منه للبحرين والقسم الأكبر منه للحرامي. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أبشروا يا شعب البحرين، أبشروا يا شعب البحرين، ستشاهدون بأم عينكم السراق وهم يحملون الأراضي على ظهورهم يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وسيفضحون أمام رب العالمين تماما شوبا مقهورا مظلومة. حينها ستعرفون من هو الحرامي الحقيقي في البحرين، دون قطع للبث الإذاعي ودون انسحاب الوزراء تكتيكي بمجلس منتخب ديمقراطي، ولكنه للزينة للعم السام الأمريكي والأجنبي. شعاره قولوا ما تشاءون ونفعل ما نريد، شعار تعلمته خلال 8 سنين العجاف في مجلس تعامل معه الوزراء بشكل جاف، ولم نخرج منه إلا بقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الأراضي والأموال. أما وزيرة الإعلام ووزير مجلس الشورى والنواب قالوا خلل فني في البث الإذاعي لجلسات المجلس الديمقراطي، ولا أعلم هل هذا ببركات مستشارين في وزارة الوزيرة مي. مستشار التطوير الإذاعي يسعد الوزير اسمه الخبير فلوتي، معاشه حينما أمسكت قلبي معاشه 4500 دينار. وكذاب 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 من قال أنه خلل فني، بل هو قطع متعمد منهج وتحدي لاستمرار وسافر لنواب الشعب. أقول أخيرا معالي الرئيس، أنا أتمنى من الإخوان المصورين تريحونهم، لأن أسف ما بيمثلون لنا جلسات لا في الإذاعة مساكين الصف. والله لا راح مثلا بهم وزير يا أخي تصحى وزارة الإعلام قول لها زين هل 4500 دينار خلوا الفقراء مساكين مو بيصيروا يسجلون الصبح. يا أخي الحين شو يسوون؟ لا إذاعة تسجل زين، ولا المصورين قالوا يسجلون يحطون في الارشيف. سألت المذيعة قالت لا بيحطون في الارشيف ما هم يضيع شيء. زين حشلوا وفي توجيهات عليا إلى بعض الصحافة زين لا تنشروا شيء. طيب شنو يصير بالله عليكم مع الرئيس؟ شكرا. لا عفوا حسن زينة لا شيء زينة اصلا هي غير مذاعة في الإذاعة، والوزير حضرته اللي كده يمحي ما طلب حسن شيء حضرتنا حسنت فيها ساعة الرئيس حسنه بس نشال العوام كل انشارد خلاص خلوني يسلمك. لا تشيل شيء انا تو معرف لا تشيل شيء كفاية خلي ضمان قاعد يشيل لا تشيل شيء خلاص لا تشيل شيء. هي بقى ان نختار شوية الألفاظ لما تقول ان
والله المشكلة انت بتشيل ان شاء الله اليوم بحطها في الانترنت باذن الله بريحة على الموقع ايضا الاخوان في الوفاق مشكلة ان شاء الله. طلعت بدي على في الجلسة القادمة لازم تدرس المضبوطة.